في شارع جانبي هادي جدا في منطقة بولاق الدكرور، في نفق قديم ومهجور اسمه نفق البدراوي. نفق شكله يوحي بالخطر، مفيش حواليه كاميرات، مفيش عماير، وكأنه الزمن نسيه. لكن اللي محدش كان يتوقعه ان النفق ده هيكون مسرح لواحدة من ابشع جرائم القتل اللي ممكن تسمع عنها في حياتك. تعال اقولك ايه اللي حصل هناك. 30/4/2024 مجموعة من العمال كانوا معديين قدام مصنع قريب من النفق، وفجأة بيلاحظوا سجادة ملفوفة وعمالة تنزل دم. الفضول دفعهم يقربوا، فتحوا السجادة لقوا لحاف، وفتحوا اللحاف كانت كارثة. جثة، بس مش أي جثة، جثة من غير إيدين ولا رجلين ولا حتى راس، مشوهة بطريقة مرعبة، والناس ما قدروش يعرفوا حتى الجثة دي لبنت ولا الولد. وطبعا اتصلوا بالشرطة واللي وصلت بسرعة لمسرح الجريمة، وبعد المعاينة الأولية اكتشفوا إن الوفاة حصلت من وقت قريب. بس اللي خلاهم يشكوا إن الجثة البنت إنهم لقوا سلسلة ذهب مربوطة جوه اللحاف. وهنا بدأت رحلة البحث. رجال الأمن بدأوا يدوروا في كل اتجاه، سألوا الأهالي بس مفيش حد بلغ عن حد مفقود، والأغرب إن مفيش كاميرا جايبة حاجة من اللي حصلت جوه النفق. فبدأوا يراجعوا كاميرات المراقبة في الشوارع الجانبية، ولأن الرعب انتشر بسرعة ظهرت أول خيط في القضية. سواق توك توك جاب نفسه لرئيس المباحث وقال له في ست وراجل ركبوا معاه الساعة 11 بالليل، وكان معاهم طشت معدني في سجادة بتنزل دم. ولما سألهم ايه الدم ده كله، الست قالت له بمنتهى البرود دي لحمة فاسدة ورايحين نرميها في مكان بعيد، وسابهم قريب من نفق البدراوي. الشرطة رجعت للكاميرات وفعلا ظهر الراجل والست وهما بيركبوا التوك توك. الشكوك بدأت تلف حوالين الناس دي، وفعلا بعد 3 أيام رجال المباحث نجحوا في تحديد هوية المتهمين. وأول متهم وحيد رمضان 41 سنة وبيشتغل كهربائي، وتاني متهمة حنيفة 35 سنة مراته. لكن لما اتقبض عليهم أنكروا كل حاجة. رجال المباحث فتشوا بيوتهم ولقوا آثار دم كتير جدا على السرير وفي أرضية الشقة، وبعد التحليل اتأكدوا إن الدم ده من نفس فصيلة الجثة اللي اتلقت في النفق. وطبعا انهاروا واعترفوا بكل حاجة. وهنا لازم نهدى شوية ونستوعب احنا سمعنا ايه. اللي حصل ده مش جريمة قتل عادية، دي جريمة وراها عقول مرعبة وقلوب حجر. البنت اللي ماتت اسمها آية، بنت عندها 16 سنة، وهي بنت وحيد من مراته الأولى هند. وحيد سابها من سنة 2011 لما كانت آية عندها 3 سنين، وسابها لأمها ومشى. مرت السنين وكبرت آية وابتدت تسأل فين بابا، ليه مش بيكلمني زي باقي البنات. وفي مرة كلمت أبوها كانت بتعيط وقالت له عايز أقعد معاك أسبوعين بس أحس بحضنك. وحيد وافق طبعا وعدى خدها تقعد عنده أسبوع. لكن للأسف الأسبوع ده كان آخر أيامها. وصلت عنده وشافت حنيفة مراته لأول مرة، اللي غارت منها غيرة مرضية رغم إن آية كانت بنت في عمر ولادها. حنيفة بدأت تحرض وحيد، قالت له بنتك بتكلم ولد وأهل المنطقة بيقولوا عليها كلام يكسف. وحيد للأسف صدق وعام على عمها. ومن هنا خدت الجريمة أول خطوة، خططوا يخلصوا منها وقالت له أنا جاهزة. وبالفعل في يوم الجريمة ودت ولادها عند بيت أهلها. وحيد استنى بنته تنام وحنيفة سلمت له السكينة، وهو دخل وذبحها بدم بارد. بعد كده قعدوا يقطعوا راسها وإيديها ورجليها، والأطراف دي كلها اتلمت في كيس، والجزء بتاع نص الجسم في كيس والحاف. وحطوا اللحاف ده جوه سجادة وربطوهم بالحبل، ونزلوا على نفق البدراوي وركبوا التوك توك ورموا الجثة. النهاية كانت مأساة لبنت ملهاش ذنب غير إنها طلبت حب أبوها. التحقيقات خلصت والنيابة حكمت بإعدام وحيد وحنيفة. ويا ريت ما ننساش ندعي الآية بالرحمة وربنا يسترها على عيالنا ويحمينا من البشر اللي بتمشي على رجلين وقلبها زي الحجر. ويا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة علشان يوصلك كل جديد.